انا بقى النهارده جيت بقى بغدوه بقى سهله وبسيطه كده وخفيفه. تمام، احنا بقى بنحاول على قد ما نقدر نعمل افكار للغدا تكون سهله وبسيطه وفي نفس الوقت على قد ايدينا. تمام. دلوقتي انا جبت البانيه وعملته بالشكل ده بقى، حطيته في كايزر وبطاطس حطها في الفرن من غير مش قليها بزيت، يعني دهناها كده بزيت، وعملت جنبيها مكرونه وحبه لسان عصفور. افكار برضو للغدا ان هي تبقى حاجه بسيطه وسهله، وممكن كمان نقدمها مع كايزر بس بالشكل ده كده، وحبه بطاطس وخلاص. طريقه البانيه اللي احنا هنعملها الاول كده، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسونيش في اللايك، ويا سلام بقى يا سلام لو عملتولي اشتراك يبقى كتر خيركم. طبعا هجيب البانيه، انا بحب هقطعه بالشكل ده. بالطريقه دي يا جماعه بيخلي البانيه بيرمي معاكي كتير جدا. تمام. وكمان الخلطة اللي احنا هنعملها بيها خلطة سهلة وبسيطة ومن غير بيض ومن غير اي حاجة، وهتدي البانيه بتاعك طعم وكمان بيبقى خفيف جدا. تمام. دلوقتي انا جبت بقى كوباية دقيق، حطيت عليها 3 معالق كبار نشا، وبحط بقى توابل فراخ على قد ما نقدر، ما نكترش قوي في التوابل عشان ما تغيرش معانا طعم البانيه بتاعنا. تمام، عشان يبقى الطعم واضح كده. وحطيت حبة فلفل اسود، آه شوية كمون، حبة بابريكا، حبة كركم، وايه، وحبة بيكنج باودر. البيكنج باودر ده بقى اللي ايه هيتعامل معانا معاملة البيض، عشان طبعا احنا مش حاطين البيض ولا اي حاجة. فهقلب الخلطة بتاعتنا دي مع بعضيها. يا جماعة والله العظيم بانيه بالطعم ده تحفة. انت جبتي على فكرة ربع كيلو هيغرقك بجد. تعملي غدوة محترمة وجنبها حبة مكرونة بقى وبطاطس. طبعا خدت يجي حوالي نص كوباية كده من الخلطة اللي انا عملتها بتاعت الدقيق دي. طبعا احط حبة مية عليها كده، بخلي الخليط بتاعي مش سايل قوي ومش تقيل قوي برضو. تمام، بالشكل ده كده. هقلبهم كويس، احط عليهم نص عصرة ليمونة. والله جربوه بالطريقة دي هتعجبكم جدا. هحط بقى البانيه بتاعي. طبعا حطيه بقى في الخلطة دي على قد ما تقدري. قدرتي تعمليه قبلها بيوم تمام، ما قدرتيش هي ساعتين بقى بس ياخد ويدي في الطعم ده. طبعا حطينا ملح وكده يا جماعة، ماشي، عشان نسيت الملح تقريبا. المهم دلوقتي بقى خلاص، بعد ما حطيته في التلاجة ساعتين بتوعي، دلوقتي بقى بطلعهم كده، احط في الدقيق بتاعنا. والله يا جماعه بيبقى طعمه حلو جدا وخفيف جدا اهو. تمام، بحطه في الدقيق بالشكل ده كده. طبعا ببقى حاطه زيت بقى على البوتاجاز يسخن معايا، مش بخلي الزيت يسخن قوي عشان خاطر مش اول ما انزل قطعه البانيه تتحرق مني، لا يا دوب كده الزيت يبقى داخل على السخونيه، واروح طبعا ايه منزله فيه البانيه بتاعي. تمام، بالشكل ده كده اهو. كده مش بيبقى سخن اللي هو درجة الغليان، ومش اللي هو يكون بارد ان هو ايه يفكلنا الكفر بتاع البانيه بتاعنا، ولا الكفر بيتشال ولا اي حاجة. بجد بيبقى تحفة يا جماعة. بصوا، ومقرمش وجميل وطعمه تحفة. اعمليه بقى في كايزر كده جنب بطاطس وكاتشب ومايونيز، وتغيري بقى من الطعم ومن الافكار عشان الولاد عن المعتاد اللي احنا طبعا بناكل بيه. بتمنى بقى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم كده، وتعملي لايك وشير واشتراك في القناه، وبيساعدني ابد قوي ان انتوا تتابعوني. وشكرا ليكم، وجربوا